إذا انفصلت عن ربك أصبحت بلا قيمة، حتى ولو ملكت الأرض بما عليها. وإذا اتصلت بربك اكتسبت قيمتك الحقيقية. فإذا آمنت أنك ستعيش بعد الموت حياة خالدة بلا نهاية، فأيهما الحياة الحقيقية؟ هذه أم تلك؟ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. انظر للأمور من منظور الله كما دعاك في قرآنه. ستهون في عينك كل الأشياء. مهما كانت حياتك صعبة فأنت تعلم أنها مؤقتة. كوب الشاي الذي لم يعجبك مذاقه فتحملته حتى انتهيت منه، هل كان ذلك صعبا؟ إذا علمت أن حياتك بكل ما فيها ليست أكثر من دقيقتين أو 3 بحساب حياتك الحقيقية، فسوف يهون عليك كل مكروه. والأهم من ذلك أنك لن تسمح بضياع حياتك الحقيقية في مقابل دقائق معدودة. لن تسمح أن يكون راكب القطار أكثر منك فطنة وحصافة. حياة قصيرة في طاعة الله هي الأبدية، وحياة طويلة في معصية الله هي الضياع المبين. السلام عليكم.